والبديل مع كامل احترام وتقدير ليهم يستاهلوا كل حاجه ويستاهلوا كل الاشاده، بس ما بتكسبش صراع ثنائي، ما بتكسبش كوره عاليه، ما بتكسبش كوره ثانيه، ما بتروحش تعمل جمله. يعني لا انت كده فرق بعيد. فبالمقابل انت دخلت بطوله، الجمهور دلوقتي عمال يسال هو انت دخلت البطوله دي ليه؟ طب هل بلعيبه صغيره عشان تطلع لقدام، ولا او يعني نديها استثمار او نديها زقه ونستثمر فيهم عشان كده؟ طب هل اهلت لعيبه من دي كابتن حسام حسن هياخدهم معاه في كاس الامم للمنتخب الاول؟ لا برضو. طب هل انت خدت لعيبه عشان تكسب البطوله دي؟ يحوش لللايف، يحوش لللايف. احنا على الهوا. والله. فانت هل انت خدت اللعيبه دي عشان تاخد بيهم البطوله العربيه؟ لا. فما لا قدمت واحد ولا قدمت اثنين ولا قدمت ثلاثه. فبمنتهى البساطه يعني عدم تخطيط، الفهلوه، العشم في الصدفه يوديك للنتيجه اللي انت شايفها دي. واعد لك الاسئله تاني اذا كنت انت متخيل ان احنا ما كناش على الهوا. بس انا بحسب ما كناش على الهوا والله. اعيد لك الاسئله تاني. ماشي. اتكلم بحماس يعني وكده ولا حماس ولا بتاع؟ اتكلم زي ما انت كنت بتتكلم. هو يعني قول لي ايه رايك؟ لا بقى يعني انا بعد لك الاسئله تاني اذا كنت انت متخيل ان هي مش على الهوا، بس والله احنا كنا على الهوا. اوكي يلا اتفضل. والله ما احنا مش برنامج مقالب، انا بكلمك بجد. قول. اوكي. كراجل انتمي الى منظومه كره القدم المصريه كمدرب كمحلل. ما ده اللي انت قلته. طب ما ده اللي انت قلته برضه في المره. ما ده على الهوا برضه اللي انت قلته على الهوا، ده على الهوا. لا بس والله العظيم. اوكي. الراجل تنتمي لكره القدم المصريه، بتعتذر حاجه تزعل طبعا، حاجه محزنه. هي في شويه مقدمات كده بتؤدي الى نتائج. بص انا كنت اتمنى ان احنا نمشي. انتوا اعتقد انت ابراهيم وشيكابالا وعماره واحمد عز اتكلمتوا في كل النقاط وغطيتوها بشكل اكتر من ممتاز. هي فكره بس انك انت تاخد القرار انك انت تجيب جهاز فني فجاه وتختار لاعبين بشكل مفاجئ، وانك انت تحاول تتحضر لبطوله كبيره زي كاس العرب. بالنسبه لي دي يعتبر كاس